لا، هو المنتخب البرازيلي حاليا هو أحسن منتخب في العالم. من كأس العالم اللي فاتت تغير بواحد تقريبا بواحد 100%، ولا هو الأقوى، خدا كوبا أمريكا، انتصر في جميع المباريات ديال دات فيفا. اليوم ما مسجل عليه حتى شي هدف في هذا كأس العالم. آلة هجومية كبيرة، المعدل ديال الأهداف 7-8 في المباراة. فهو أقوى منتخب، لا بالتاريخ ديالو في هذه اللعبة، ولا باللاعبين ديالو. فهذا هو التقييم ديالي للمنتخب البرازيلي. لكن هذه مباراة فاصلة، نتمنى من الله أننا نكونوا ند لند معاه في هذه المباراة هذه، ونلعبوا حظوظنا كاملة، وثقتنا في ويقيننا في الله كبير، باش إن شاء الله نديروا شي مباراة تاريخية. لا، نفس داك الشيء اللي شفتوا في إيران. اللاعبين هما اللي غادي ياخذوا المباراة. بالعكس، تزاد خالد بوزيد تا هو من المصابين. الحمد لله. شوف، هذه أمور، ملي تجي الحاجه من عند الله مرحبا بها، ما كاينش مشكل. اولا امر غير اكيد، عندهم لاعب واحد اللي عنده اصابه، هما لاعبين كلهم في مستوى واحد. لاعب واحد ما غاديش يساوي. حنا عندنا 5 اللاعبين، والمشكل حتى عدد اللاعبين في اللائحه ناقصه. لكن ماشي، شوف، في هذه المباريات ما تيهمش هذه المسائل. كيهم مدى رغبه اللاعبين في البقاء، في تحقيق النتيجه، التركيز ديالهم. حقيقه حنا كنا تناخذوا واحد الطريقه مع البرازيل فاش تنلعبوا معهم، ما تنخليش لهم الكره. يعني كنا كنعتمدوا على لا بوسيسيون دو بال، لان كنا عندي اللاعبين في المباريات كلهم باش يلقاو معنا دوك المشاكل، لان مثلا لا عطيتهم الكره غيشكلوا عليا خطوره. اليوم ما نقدرش ندير هذه الطريقه، لانه اذا طلبتها من اللاعبين ما غاديش نقدوا صراحه، ما غاديش نقدوا نكملوا. فلذلك غادي يكون تغييرات كثيره في هذه المباراه. نتمنى من الله ان الاختيار ديالنا يكون جوست، ونتوفقوا في مسار المباريات كامله.